قبل وصولها إلى هنا لتركيبها على أرضية ملعب طنجة الكبير، تخضع هذه القطع من العشب الطبيعي لعناية واهتمام بالغين هنا بمشتل خاص في منطقة بوغدور ضواحي المدينة، حيث تجرى الترتيبات الأخيرة لعملية جمعها ونقلها تجاه الملعب. ويسهر خبراء ومهندسون وعمال مغاربة في الملعب كما في هذا المشتل على المواكبة الدقيقة والمفصلية لعملية جمع ونقل أطنان من قطع العشب الطبيعي ذي الجودة العالمية مع احترام تام لكامل التفاصيل قبل وصولها بدقائق معدودة إلى قلب أرضية ملعب طنجة الكبير. عشب طبيعي زرع كبثور في مرحلته الأولى، وبعد أقل من 6 أشهر خضع خلالها لاهتمام بالغ اعتمادا على تقنيات متطورة في الري والأسمدة والأدوية، لينال بعدها العلامة الكاملة من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، الذي منح الموافقة لتركيبه على أرضية ملاعب المونديال بالمغرب، خصوصا بملعبي طنجة والرباط. وبإشراف من شركة مغربية تتواصل عملية تركيب هذه القطع من العشب الذي اعتمد سلفا في ملاعب المونديال بدولة قطر سنة 2220 في عملية وفرت لها كفاءات مغربية ومعدات متطورة، حيث تمكنت في ظرف وجيز من بلوغ نسبة مهمة في عملية تركيب العشب الطبيعي بأرضية ملعب طنجة. ويعد عشب أرضية ملعب طنجة القابل للتكييف مع جميع الظروف المناخية كما عشب بقية ملاعب المونديال الأخرى بالمغرب من الصنف الممتاز، حيث يمتاز بتحمله العالي للملوحة وكثافته في النمو وقدرته الممتازة على التجدد. ويتم إنتاجه في مشتل بوغدور بطنجة، حيث السهر على تتبع مراحل نموه قبل وصوله للمرحلة النهائية وتحويله تجاه الأرضية، وهنا سيتم استكمال بقية المراحل التقنية قبل فسح المجال للعب فيه بعد أقل من شهرين. على أرضية ملعب طنجة الكبير تخضع هذه القطع من العشب الطبيعي لعناية واهتمام بالغين هنا بمشتل خاص في منطقة بوغدور ضواحي المدينة، حيث تجرى الترتيبات الأخيرة لعملية جمعها ونقلها تجاه الملعب. ويسهر خبراء ومهندسون وعمال مغاربة في الملعب كما في هذا المشتل على المواكبة الدقيقة والمفصلية لعملية جمع ونقل أطنان من قطع العشب الطبيعي ذي